الاجسام اللي داخل الخليه، وليها رياكشن وبتفرز وبتستقبل. فكل ما اعمل لها حاجه هي ترد عليا، هي بتتكلم، الخلايا الدهنيه بتتكلم. فعشان كده احنا بنتعامل معاها من هذا المنطلق، ان انا لما بدخن دي عمليات حيويه بيعملها الجسم، ولما بخس دي عمليات حيويه بيعملها الجسم. مش مساله ان انا اجوع وانتهى الموضوع على كده. النظام الغذائي لابد ان يوضع بعنايه فائقه يناسب كل مريض. انا بقول دايما احنا بنفصله زي الترز كده ما بيفصل القميص او البنطلون او البلوزه، مش هو واحد بيلبسه الكل، لا بيفصله لان الاجسام تختلف. فالطفل له رجيم مختلف، الست عن الراجل لها رجيم مختلف. الست كانت في مرحله الريبرودكشن اللي هي مرحله انها هتنجب يعني لها رجيم مختلف. الست لو حامل او خارجه من حمل او بترضع لها رجيم مختلف. السن له عامل، لو واحد عنده 30 سنه غير 50 سنه غير 60 سنه. اللي عنده امراض زي اللي عنده سكر والكوليسترول وارتفاع الضغط له رجيم مختلف عن الواحد اللي ما عندوش الامراض دي. خليني بس اسالك يا دكتور في حاجه معينه. في ناس كتير بقى بخصوص الدهون والسمنه، بما ان انت حضرتك دلوقتي قلت ان تشخيص السمنه بيعتمد على نسبه الدهون في الجسم. بالظبط. في ناس كتير جدا بتلجا لدكتور التجميل وبتروح له تقول له يعني استسهالا، او ناس ما عندهاش صبر ان هي تمشي مثلا على نظام غذائي حتى لو مع دكتور او كده، تقول له انا عاوزه اعمل شفط دهون. فهل ده بيبقى صح ولا يبقى يعني اللي يفضل لا انت تمشي على نظام غذائي مع دكتور وعلى حسب حالتك الصحيه احسن من انك تعمل شفط؟ يعني صح بالفعل، صح 100%. بس للمريض المناسب لده. يعني في مريض يبقى الحل معاه هو جراحه شفط الدهون. وهي مش جراحه الحقيقه، هي شفط الدهون دي عمليه بسيطه جدا وصغيره، هي بتسمى عمليه عشان بس تتعمل جوه اوضه العمليات عشان التعقيم. يعني لولا عمليه التعقيم دي كان ممكن تتعمل في العياده. لا بالظبط. هي عمليه صغيره خالص جدا وبتخلص في نص ساعه او اقل شويه او اكتر شويه وبتبقى رائعه جدا. بس اختيار المريض المناسب لعمليه شفط الدهون مهم جدا. لا لو انا افترضت ان في واحد وزنه مش كتير قوي وعنده تكتلات دهنيه مثلا حوالين البطن، او في راجل عنده تكتلات دهنيه حوالين الصدر، كويس، تخيلي ده في خلال نص ساعه ممكن يتخلص من ده. يعني عمليه تقترب من انها تكون سحر. فاختيار الشخص المناسب لجراحه شفط الدهون مهم جدا، وتعتبر بالنسبه له حاجه رائعه جدا ويتخلص منها وبسرعه. لكن اذا كان شخص وزنه كتير، مثلا واحد عنده 120 كيلو، كويس، لا ده مش هينفع مع شفط دهون لان هينتج عنها ترهلات. بالظبط. يعني هو عنده كمان دهون في كل حته، دهون داخل ودهون خارج والكلام ده كله. فممكن يتعمل الاثنين مع بعض. يعني ممكن يتعمل شفط الدهون، بس لازم هيعمل ريجيم ولازم هيعمل جلسات على اماكن معينه ما ينفعش نعمل منها الشفط عشان نتخلص من السمنه الموضوعيه فيها. بيبقى فيه بروتوكول متكامل. احنا الميزه عندنا في مركز الطب الدولي انه عندنا كل الموجودين. عندنا دكتور التجميل، وعندنا دكتور اللي بيعمل جراحه التجميل، وعندنا دكتور اللي بيعمل جراحه داخل الجهاز الهضمي علشان عمليات، في عمليات مهمه جدا بتتعمل للسمنه مش الشفط بس. المعده يعني بلاش كلمه تدبيس ده، انا ما بحبهاش. امال بيسموها ايه؟ لا هي في تدبيس، هي المتعارف عليها. هي في تدبيس معده، كويس، لكن هي الحقيقه تكنيك قديم يعني بيسموها رينج تقريبا. الوقت الرينج. الرينج مهم جدا لان الرينج ريفرسبل، يعني ممكن ان المريض بعد شويه محتاج انه يشيلها يروح يشيلها من غير ما يسيب اي اثر. والرينج دلوقتي فيه ادجستبل، يعني ممكن يتغير الاحجام، يضيق او يوسع. لا يضيق ويوسع، يعني حاسس ان هو دلوقتي بدا محتاج انه يضيق اقل، بيجوع اكتر يقوم يضيق له. كل ده من غير جراحه. ايه السايد افكت بتاعه الرينج مثلا او اسال حضرتك؟ هي تعتبر الحقيقه من احسن الحاجات، بس هي الميزه او العيب يعني. ايوه العيب الشخص نفسه. يعني في ناس بتعمل الرينج وتفشل برضه. احنا بنتكلم على الفشل، كويس. بتفشل ليه؟ بتفشل لانه بتاكل كتير سوفت سويتس، كويس، يعني جيلي، حاجات، عصاير، حاجات فيها سكر زياده، كويس. فدي كلها ما ياثرش فيها الرينج لان بتعدي على طول ما تتجمعش، وبالتالي ياخد كم كبير من السعرات الحراريه ومن غير ما هو يدري، كويس. هو يعود كل ما يحس ان هو مش عارف ياكل عشان هو عنده الرنج موجوده، يوم يلجا الى الحلويات. لو المريض اللي من النوع ده مش هيجيب نتيجه كويسه بالتاكيد. فطبعا الدكتور هو بيعمل له الكلام لازم ده، ينبهه للحاجات دي. كمان يا دكتور انا شفت ناس ممكن تكون عامله رينج بس كانوا بيعانوا من حاجه مهمه جدا، ان هم مع الاكل هو قالوا يعني اللي انا عرفته ان هو تقريبا الدكتور قال لهم كله عادي تمام، وهو الرينج هو هيعمل المهمه. يعني انتوا هتحسوا من نفسكم الشهيه مسدوده، الشهيه نفسكم تاكلوا حاجات زي كده مع صغر حجم المعده بالوقت. ده اللي انا فهمته من خبرات الناس. لا هو مش كله عادي. لا الدكتور لازم بيديهم حاجات محظوره وحاجات ممنوعه. لاني فوجئت ان هم يا دكتور يعني بعد وقت بيرجعوا يعني
ما هو لذلك احنا بنعمل لهم الدايتنج. يعني هو في ناس بتعمل رينج وبتعمل دايت برضه، بتيجي معايا عشان ارتب لها ازاي تاكل ايه بحيث تخس احسن وبصحه كويسه. كويس، لان مش مساله ان انا خلاص قللت اكلي يبقى رجعنا للكلام اللي احنا قلناه، قللت اكلي بس كده من غير حاجه، لا، محتاج ان انا برضه اخد المكونات الغذائيه الاساسيه اللي الجسم محتاجها. فبعد ما بيعمل رينج بيجي عندنا يكمل البرنامج الغذائي. بس احنا بقى بنقسم له الوجبه على وجبتين او 3. يعني ما هو ما يقدرش ياكل الوجبه اللي عامل ريجيم بشكل طبيعي واكلها. مثلا اقول له مثلا الغداء في الطبيعي اقول له مثلا ربع فرخه مع طبق رز 5 معالق مع مثلا طبق خضار وثمره فاكهه. اللي عامل رينج ما يقدرش ياكل الكلام ده. كويس، فبنقسم له دي على 3 وجبات. كويس، فبيبقى عنده في النهار تقريبا ما بين 7 إلى 9 وجبات، او ساعات 12 وجبه احيانا. وجبات صغيره بحيث نديله فيها الجسم محتاجه، عشان ما يحسش ان هو يعني الجسم محتاج حاجه، او عشان ما نغيرش الكيمياء بتاعت الجسم. كمان اهم حاجه عندي ان انا احافظ على الكيمياء بتاعت الجسم، توازن الكيمياء. ده مهم جدا، لان لو احنا لخبطنا الكيمياء بتاعت الجسم الانسان هيبقى عنده مشكله كبيره. طب برضه كنت عاوزه اعرف راي حضرتك يا دكتور. زي ما قلت انا في المقدمه بتاعتي، في مثل دايما للاسف هو خاطئ جدا لكن هو دارج، يقول لك اسال مجرب وما تسالش طبيب. فناس كتير تعتمد على الدايت. يعني انا مثلا صاحبتي، قريبتي، جارتي، اي حد عمل دايت ونفع معاها، فمعرفش ليه الناس بيجي لها على طول في بالها انه خلاص يبقى انا اعمله يبقى هينفع معايا انا كمان، وعلى الاغلب على فكره بيفشل. ده صحيح، ده صحيح. يعني ممكن ينفع مع جارتي ما ينفعش معايا. ده بتبصي لانه الدايت ده نجح مع الشخص ده كويس اذا كان الدكتور كاتبه له بشكل صحيح، لانه الشخص ده مناسب للدايت ده، محتاج هذا القدر من السعرات الحراريه، محتاج هذا القدر من الكالسيوم، محتاج هذا القدر من البروتين، محتاج هذا القدر من التوازن ما بين الكربوهيدرات والبروتين. جسمها متكافئ. فاحنا بنحسب الحسبه دي كلها تنفع مع الشخص ده. الشخص ده محتاج اطعمه متوسطه الجلايسيميك اندكس او المؤشر السكري. كويس، ده محتاج اطعمه قليله مؤشر السكري لان هو ما عندوش عنده سكر او في بدايه سكر او الكلام ده كله. احنا بنعمل تحاليل دي كلها عشان نتاكد من الشخص مناسب لده ولا لا. فممكن اديكي نفس الدايت ينجح معاكي كويس جدا، واحده قريب من المواصفات تقول ده انا جسمي من جسمها تقريبا يعني. كويس، لكن يجوعها لان المؤشر السكري في الاطعمه دي ما يناسبهاش. فيجوعها تبص تلاقيها جايه على طول، ما صاحبتي ماشيه على البرنامج ومش حاسه انها جعانه. ليه نفع معاها وما نفعش معايا؟ احنا يهمنا ان المريض السمنه ما يبقاش جعان، مش بس ان هو يعني بياكل قليل، لا. وخصوصا يا دكتور كمان ان دلوقتي الدايت بقى بمسميات. يعني مثلا يقول لك ايه، دايت الموز، دايت التفاح، دايت، يعني كل حاجه انا ما ببقاش عارفه بصراحه الناس دي بتعيش ازاي. كل دي جايبين حاجات جايبينها من على النت، وللاسف الشديد مش كلها تنفع على المدى الطويل. يعني في حاجات كده تجربيها عشان انت عايزه تخسي نص كيلو عشان عندك فرح بكره، حاجات بسيطه. يعني تمشي في يومين 3 تعملي الكلام ده وجسمك يرجع تاني لاكله الطبيعي، ما عنديش مشكله. لكن احنا بنتكلم على واحد عايز ينزل 15 20 كيلو من وزنه، فيقعد مثلا شهر او 2 على دايت. فلازم الدايت ده ما يحرمش جسمه طبعا من مواد غذائيه تضطر الجسم الى انه يغير طريقته في طلب الاكل. الحاجه المهمه قوي اللي انا عايز اقولها ان في حاجه اسمها جلسات علاج السمنه. جلسات علاج السمنه دي طبعا اول هدف مهم ليها اللي بيتبادر لذهن الشخص ان هو سمنه، علاج سمنه موضعيه في اعاده تنسيق الجسم او اعاده القوام الى شكله الطبيعي او نحت الجسم. الفاظ كتيره بتتقال ان احنا الحتت اللي فيها كتل دهنيه بناخد منها الدهن عشان الجسم يرجع شكله يبقى كويس. ده جميل جدا طبعا، ده مطلب رائع. لكن كمان الجلسات دي مش كده بس، يعني احنا بنعمل جلسات من ضمنها لزياده معدلات التصريف الليمفاوي علشان الجسم يتخلص من السموم. بنعمل زياده كتله عضليه. بنعمل حاجه تانية في الرجيم نفسه، شد الجلد. كويس، يعني دي ملهاش دعوه بالوزن خالص. يعني ساعات يجي واحد يقول لي ايه، طب الجلسه دي هتنزلني كام كيلو؟ الجلسه دي مش هتنزلك حاجه، الجلسه دي هتشد الجلد عشان ما يحصلكش ترهلات بعد ما تخس. ايوه، لان في فعلا ناس بتعاني من المشكله دي، اللي هي بالذات الناس اصحاب الاوزان الكبيره قوي. لما بيخسوا جدا بيبقى فيه فعلا ترهلات، وبالذات في منطقه البطن ومنطقه الدراع من هنا. بلاحظ ده صحيح. وحتى الاوزان الخفيفه. يعني بصي، انا بيجي لي واحده تقول لي انا كان وزني 85 كيلو وكنت جسمي كان شكله كويس، بس كنت يعني عايزه ابقى 65. فبدات تعمل رجيم، فبتقول لي انا كرهت الرجيم.
انا مش عشان الاكل، لا انا شكلي كان احلى وانا تخينه، على الاقل كان دراعي ملفوف كده، فخدي ملفوف. فعلا في ناس بتبقى شكلها احلى وهي مليانه، مش عشان هي مليانه، لا لان بدا الجلد يبقى شكله مش حلو. كويس. فهي كانت شايفه شكلها تخين بس جلدها حلو، النضاره بتاعت الجلد فيها كده الشده الطبيعيه. فاحنا لما نعمل راديو فريكونسي، ومش اي راديو فريكونسي على فكره، لان كل الناس دلوقتي عندها حاجه كده لها صوابع بيسموها راديو فريكونسي. الحقيقه الراديو فريكونسي اللي احنا بيشد الجلد مش ده. الراديو فريكونسي دي حاجه من نوع الثرماج، ده حاجه كده الكترودز كبيره ذهبي بتشتغل على ان الجلد نفسه يبدا يعمل اعاده بناء الكولاجين والالاستين، ودول مادتين مهمين جدا داخل الجلد اللي مسؤوله عن مطاطيه الجلد. فالنوع ده من الراديو فريكونسي هو اللي بيشد الجلد. كويس. ده مهم جدا. فالجلسات مهمه جدا علشان تعيد الكيمياء تاني بتاعه الجسم وتظبطها بتنشيط الكتله العضليه، لان الكتله العضليه بتطلع زي ما الدهون بتطلع انزيمات، الكتله العضليه بتطلع انزيمات. فالتوازن ما بين الكتله الدهنيه والكتله العضليه مهم جدا علشان الواحد يستمر، ما يحصلوش ريباوند، يعني يعيد اكتساب الوزن مره اخرى اللي خسره. طب اسمح لي يا دكتور ان انا اشكرك جدا على وقتك معانا النهارده في الحلقه. اسمحوا لي ان انا اشكر دكتور اسامه حفني، استشاري علاج السمنه والعلاج الطبيعي، ويا رب كمان يكون جاوب على اسئله من اللي بتدور في موضوع السمنه اللي تكون بتدور في اذهانكم. وان شاء الله طبعا موضوع السمنه ده مش هينفع حلقه واحده خالص، يعني اكيد في حلقات تانية كتير هنجاوب فيها على أسئلة أكتر من خلال برنامج طبيب مصر. بس اسمحوا لي قبل ما نختم الحلقة نطلع مع التقرير اللي بيعرض فيه IMC أو مركز الدولي للعلاج كل الأساليب المتاحة فيه. نروح للفاصل وباي باي.